من يتهيب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر. ازاي بقى تفرق ما بين النصب وما بين شخص بيديك فاليو او قيمة فعلا؟ لو ما حاولتش 100,000 مرة عشان الحاجة اللي انت عايزها، امال مين اللي هيحاول؟ هيجي واحد غيرك بيحاول اكتر منك وهياخدها. صباح الخير يا جماعة. مبدئيا كده عايز اتكلم عن موضوع بقاله كام يوم شاغل بالي، وهو ان ليه محدش بيوصل لحاجة ومحدش بيحقق اللي هو عايزه. وناس كتير دلوقتي بقت تتكلم على ان كل الناجحين دول هم نصابين ووصلوا للي هم فيه ده، يا اما ان هم استغلوا الاخرين، يا اما ان هم اصلا اللي هو فيكت، يعني حاجات مش حقيقية كلها، هم بيفيكوا ان هم ناجحين ومش عارف ايه وبتاع. انا عاذر الناس، النصب في الموضوع بقى كتير والدنيا بقت مختلطة على ناس كتير، ما بقتش فاهم مين اللي بينصب عليك من مين اللي عايز يديك قيمة حقيقية وبيحاول يعلمك حاجة. بس انا هقولك على بوصلة كده صغيرة هتعرف بيها تفرق ما بين اذا كنت بيتنصب عليك ولا اذا كان الكلام ده حقيقي. بس كمل معايا لاخر الفيديو عشان نمشي في تسلسل الاحداث. اول حاجة، الناس كتير جدا عايزة انها تنجح من غير ما تعمل اي حاجة. يعني هو قرر هيشرف كده ويشتغل معانا هنا ويبقى شخص برودكتيف وشخص عنده اهداف. فليه بقى ما بتتحققش؟ لا، ما هي مش هتنزل لك من السما، ما لازم تبذل جهد وتاخد وقتك وتتعلم. تمام. معظمنا ما بيتعلمش لان في اللي ماشي اليومين دول ان معظمنا مغرور. انت شايف نفسك فاهم كل حاجه، ان ليه حد يجي يعلمني حاجه ما انا ممكن اكتشفها بنفسي. هتكتشف كل حاجه في الحياه تاني لوحدك، هتكتشف كل حاجه في الحياه تاني مع نفسك. ازاي هتبدا انت من الصفر؟ طب ما يا ابني في ناس اوريدي عملت الحاجات دي، انت ممكن تتعلم منهم وهم ما بيقولكش خد فلوس. لا، ده الكورسات موجوده على اليوتيوب، انت كل اللي هتعمله تدخل تتفرج وتتعلم. يعني اما مثلا اتكلم عن الفريلانس او اتكلم ببساطه، يعني زي الفيديو اللي نزلته قريب بتكلم فيه عن اهميه الوقت، اللي هو ماني ايكوالز تايم. يعني انت وقتك بفلوس يعتبر مش ببلاش. ففي ناس كتير بتتكلم على انه والله ما انا جربته كلكم بتقولوا كده ومفيش حاجه بتحصل او مفيش فلوس بتيجي. انت جربت كم مره؟ يعني انت جربت كم مره عشان انت تحكم الحكم ان احنا كلنا ما بنفهمش؟ تمام. وان الحاجات دي مش حقيقيه. يا باشا انت بتتنافس مع العالم كله. انت دلوقتي الانترنت هو ما هو الا هو بيوصل العالم كله ببعضه. فانت لو عايز تحقق ربح او عايز تبقى حاجه، يبقى لازم ليك قيمه وسط الناس دي. مش تجي لي انت قاعد في بيتكو معلش يعني وما عملتش اي حاجه، والله الفلوس ما بتجيش. ما هتجيلك ازاي؟ هجيلك ازاي وانت لا بتعرف برمجه، ولا تعرف تعمل ايديت، ولا بتعرف تعمل فيديوهات، ولا بتعرف تتكلم قصاد الكاميرا، ولا نميت نفسك في اي مهارات، ولا استغليت وقتك في اي حاجه؟ هتجيب الفلوس دي منين؟ هيبعتوا لك فلوس كده اللي هو لله؟ مفيش حاجه كده، مفيش الا اذا كنت هتاخد صدقه بقى. يعني معلش انا ممكن اكون قاسي شويه في الفيديو ده بس عشان مرات اتفقعت صراحه. انا عارف ان انا عايز اوصل لكذا، فانا هتعب. انا لازم ابقى احسن من ناس كتير في المجال ده. يا اما كل اللي انا بعمله ان انا بلعب بقى خلاص، ما هو انا يا اما اخد الموضوع جد والموضوع يبقى ستيبس، تمام، وامشي احقق ستيب. يعني انا اول حاجه في مرحله كلنا بنغفل عنها، مرحله التعلم، ان انت تتعلم الحاجه اللي انت عايز تعملها. تمام. انا قعدت 3 سنين اعمل فيديوهات في القناه، وكان عندي قناه قبلها بعمل فيها فيديو من 2 قبلهم، وكلهم يعني القناه القديمه تقريبا كلها فيديوهات هي لسه موجوده لحد دلوقتي، بس ما بتجيبش كل فيديو عليه 50 فيو. انا على ما وصلت ل 400,000 فيو على فيديو كان بعد 3 سنين، والفيديو اصلا انا عملت له ابلود من سنه، وما افتكرش ان هو يجيب فيوهات الا بعدها ب8 شهور. فدي سنه الحياه، كل حاجه في الدنيا تيكس تايم، لازم تاخد وقت، لازم تاخد وقتها. انت لما تيجي تتعلم خد وقتك في التعلم، لما تيجي تشتغل اصبر على الحاجه وجرب مره واثنين وثلاثه و10 و20 و30، لان مفيش حاجه تظبط معاك من اول مره. يعني انت دايما فكره لازم تبطل الغرور. كلنا عندنا غرور ان احنا مش عايزين نفشل، احنا شايفين نفسنا ان احنا ارقى من ان احنا نتعلم، اصل احنا عارفين كل حاجه، وده غلط. ده بينتهي فيه الحال ان محلك سر، عمرك ما هتتعلم حاجه، عمرك ما هتبقى اي شيء، عمرك ما هتعرف تشتغل، عمرك ما هتحقق ربح لا من على الانترنت ولا على ارض الواقع. ما انت تيجي على ارض الواقع اما تيجي تشتغل في شغلانه بعد ما تاخد كليه 4 سنين او 5 سنين او 7 سنين لو دخلت طب، وهتطلع ما انتش عارف حاجه. انت بتطلع من الكليه برضه هتتعلم. فانت دلوقتي قاعد في رفاهيه ان انت قاعد في بيتكو ماسك التليفون ومش عايز تتعلم، يبقى انت بتضيع وقتك. انت بتضيع وقتك
ومغرور انف انك شايف ان والله لا انا ما مش هتعلم، انا اصل انا عارف. طب ماشي ورينا بقى. فهي دي الفكره، مفيش حاجه في الدنيا بتتحقق من غير ديسيبلين، من غير التزام، من غير انك تمشي البروسيسز والخطوات صح. انا دلوقتي عايز اكون فيديو اديتور، يبقى اول حاجه هتعلم الايديت، وبعد كده هبدا اطور نفسي وابقى كويس، وبعدين اقول لاصحابي مثلا تعالى انت عايز تعمل ايديت فيديوهاتك انا هعملها لك، فانت تعمل له ايديت الفيديوهات، واحده واحده بتتطور معاه. بعد كده تبدا تتشارج ماني بقى، اللي هو والله انا هعمل الخدمه دي مقابل كذا، ما انا خلاص بقيت بروفيشنال فيها. تمام. البروفيشنال دي تاخد قد ايه؟ سنه سنتين. مش هتيجي بتعمل ايديت بقالك شهرين تقول لي والله انا اتعلمت اهوت والفريلانس ما بيجيبش فلوس، او الحاجات دي كلها اللي انتوا بتتكلموا عليها دي بلح مش شغاله معانا وبطيخ واي كلام فاضي. تمام. طب والناس دي كلها اللي شغاله في المواضيع دي بتجيب فلوسها منين؟ تمام. الناس اللي بتعمل فيديوهات على اليوتيوب دي هتضيع من وقتها اصلا وتعمل فيديوهات دي ليه اذا كان الموضوع ما بيجيبش فلوس؟ ما كانش حد يضيع وقت في الكلام ده ولا يتكلم عنه اصلا. الناس اللي بتعمل كورسات فريلانس، والناس اللي بتعمل كورسات يوتيوب، والناس اللي بتعمل كورسات في اي حاجه في الدنيا، هم بيعملوها عشان شايفين ان الحاجه دي هم اتعلموها وبتجيب لهم دخل، ومثلا هو عايز يزود دخله او عايز يعمل حاجه تانية فبيعمل كورس او عايز يعلم الناس. يعني في ناس فعلا بتبقى الموضوع عباره عن ذا نيكست ستيب. يعني انا دلوقتي بقيت فريلانسر وبدخل فلوس كبيره جدا وبقيت محترف، تمام، وعايز انقل النكست ستيب او اطلع الليفل اللي بعده. الليفل اللي بعده ان انا هبدا اعلم الناس. هو دايما كده لما تيجي تعلم الناس حاجه انت بتتعمق فيها اكتر وانت مش واخد بالك، وانت عشان تشرح حاجه. الكلام ده طبعا برضو في الطب، الناس اللي مثلا بتاخد كورسات معادله، تمام، في ناس اللي هو والله انا عايز اخد المعادله واسافر امريكا واحضر دكتوراه من غير مصرف ولا جنيه. مش هيحصل. اوريدي الكورسات الامتحان اصلا ب $1000، تمام. ماشي، انت ممكن لو ما معكش فلوس انف انك تكمل الحاجات دي كلها، انت بتبدا وربنا بيعينك مع الوقت. بس انت لازم تتعلم حاجه، ما تضيعش وقتك، لان تضييع الوقت ما هو الا انك بتتاخر عن المنافسه. ما هي المنافسه دي جايه لك وانت هتنزل هتنافس الناس دي كلها، هتنافس ناس وحوش ما بيناموش، ما فيش يعني 24 ساعه شغال، هو شايف هدفه وعايز يحققه. فانا هنافسه ازاي الا اذا كنت انا برضو عندي نفس الرؤيه وعندي نفس الهدف وبشتغل اكتر منه الضعف والضعفين والثلاثه؟ ما هو انا هنافسه ازاي؟ وطبعا كل ما الموضوع كان اسهل كل ما المنافسه زادت. يعني مثلا فريلانس في بعض الشغلانات او الحاجات اللي هي بتكون فيها المنافسه عاليه جدا لانها سهله، كل الناس بتعرف تعملها، فدي صعب تحقق منها دخل. انما انت لو وقعت على سكيل او اتعلمت حاجه ليها فاليو كبيره، عشان لما اقول ان تايم ايكوالز فاليو والفاليو ايكوالز ماني، يبقى تايم ايكوالز ماني. يعني انت الوقت اللي بيضيع منك ده لو حطيته في انك تعمل قيمه كويسه لنفسك بالسكيلز والمهارات بتاعتك، ده اللي هيخليك تنجح، اللي هيخليك تجيب فلوس، لان خلاص بقى ليك قيمه. القيمه من الفلوس ايه؟ ان انت بتاخد قصادها فاليو او قيمه. اللي انا مش هدفع فلوس دلوقتي الا اذا كنت هاخد منك قيمه معينه. والله هتديني كورس فانا دفعت فلوس مقابل الكورس، هتديني كوبايه شاي، هتديني كوبايه نسكافيه لو انا مثلا قاعده في حاجه انا خدتها مقابل الفلوس اللي اتدفعت دي. فانت دلوقتي عايز تجيب فلوس لازم تقدم قيمه للشخص اللي هيديك الفلوس دي، والقيمه دي بتحتاج وقت عشان تعملها ديفلوبمنت، عشان تبنيها. المهاره بتاعت الميكينج فيديوز، يعني انا مثلا اول سنه انا كنت افتح الكاميرا انسى الكلام كله اللي انا عايز اقوله. دلوقتي انا بتكلم معاكم من غير سكريبت حتى، من كتر التدريب خلاص الموضوع بيبقى بروفيشنال شويه، او خلاص مخك بياخد عليه. برضه انت لازم هتتعلم اهو، فانت كده كده هتتعلم، مفيش مفر. كل ما بتغذي عقلك بالحاجه اللي انت عايزها او بتغذي عقلك بالعلم المفيد هتلاقي نفسك بقى ليك قيمه اعلى، بقيت تفهم اكتر. حماس والموتيفيشن ده بكره الصبح هيخلصوا، اللي هيكمل معاك هو الالتزام.